السلام عليكم. اكيد شفتوا العنوان وعرفتوا نوع القصه. انا اللي قالت لي عجوزتي حملي من لوسك، هاد راجلي اللي هو ولدها الثاني ما كيولدش. معاكم خديجه في الثلاثينات من العمر. غنرجع بكم شويه للماضي باش تفهموا القصه. غنرجع بكم من الوقت فاش كانت عندي 17 سنه بالضبط. كنت بحال اي بنت، كنا عايشين في العروبيه. كنت من عائله يعني متوسطه ولا نوعا ما فقيره، وكانت فيها عائله كتحتضن بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الصراعات وبزاف يعني الجهل وما يدير ما عليناش. المهم جا واحد السيد خطبني، كانت في عمرو ديك الساعه 30 سنه وانا كانت عندي 17 سنه، وبلا شواري بلا حتى شي لعبه لصقوني ليه. وتا انا ما حكرتش حيت كنت باغا غير نخرج من دوك المشاكل ودوك الصراعات وداك العذاب اللي كنت فيه. المهم كان السيد الله يعمرها دار، ما خاصو حتى شي خير بخدمته، ساكن مع دارهم وكل شيء، المهم بعقله، المهم ما فيه ما يتعب. ايوا سيادة تزوجنا وسكنني مع امه في العروبيه نيت، ما بعدش علينا بزاف. اما هو بحكم خدمته فكان كيخدم في المدينه وكيخليني مع الام ديالو في العروبيه. امه ما نكذبش عليكم كانت من العيالات الحرات الصعيبات اللي كتبغي الحكام، واللي تحل عليها فمها هي اللي تكون وتحضر، يعني كلمتها ما كطيحش للارض. المهم خلاصه التسلط اللي هربت منه والحكام اللي هربت منه هو فاش طحت، ولكن الحمد لله على كل حال. المكتب هو هذا، المكتب ما منه هروب. المهم السيده دايراني نوعا ما كي الخدامه بهذا المصطلح بلا زواق. الشقه ديال الدار من اتى الزيد على كتافي، يديها ما كتحطهمش في الماء، وتا انا ما كنحكرش. قلت بما انه ولدها كنشوف يعني وجه ولدها، تابعه وجه ولدها، اي حاجه درتها كنديرها على وجهه ولوجه الله في سبيل الله. كنقول بما انه مزيان معايا وما مخصني حتى شي حاجه ومهلي فيا وكيبغيني فماشي خساره فيه فمو عادي، حتى يسهل عليه الله ويديني لعندو كما وعدني. ايوا سيادنا داز عام وداز العام الثاني، والله مازال ما جاب الوليدات، مازال ما صاغ الله. وقلنا شنو نديرو ما نديرو، نمشيو نشوفو الطبيب. هكا اتفقنا وفعلا داكشي اللي كان. مشينا دوزنا وقال لنا الطبيب خاصكم ديروا شي تحاليل وبعد يومين تجيبوهم ليا. وبحكم راجلي مع خدمته كيمشي للمدينه مشى وقال لي انا نتكلف، وفعلا مشيت انا ومو جبت التحاليل وديتهم ليه. انا كانت الصدمه ملي قال لي بلي الراجل هو اللي ما كيولدش، اما انا ما عندي حتى شي حاجه الحمد لله. امو هنا خزرت فيا وقالت لي ويا كتخرجي شي كلمه ولا تقولي لي شي حاجه ضربي الطم، ما تقولي ليه والو، الا سولك قولي ليه كلشي هو هداك، كلشي بخير وعلى خير. وانا كما قلت لكم بحال شي امانه. قلت لها هي الاولى خالتي، هي كلامك هو الكبير، وسكت وضربت الطم. دازو شهورا انا بدات العجوزه كتبدل شيئا فشيئا، تجابت لي الشك، ولات كدير معايا يدها في الشقه، ولات كطالة فيا، وليت كنشوف سنانها بالابتسامه كضحك، ولات حلوه نوعا ما، كتكسيني كطالة فيا كتخرجني وزيد وزيد. حتى الحاجه الا بغيت نديرها كتسبقني ليها، كتقول لي يا تخليني نديرها يا نحط يدي معاك، وانا غير كنشوف ساكته. ولكن جاني الشك، ما عرفتش علاش ناويه. المهم واحد الليله وانا في بيتي دخلت عليا قالت لي بغيت نهضر معاك. قلت لها الله يسمعنا خير خالتي تفضلي. قالت لي لا انا لا انتي عارفين مزيان بلي ولدي ما كيولدش وما غاديش يولد، ولكن ضروري تكون عنده دريكته، ضروري حتى هو يفرح بوليداته. باستغراب قلت لها وانا شنو في يدي ما ندير خالتي، راكي شفتي كلشي بعينيك، شنو في يدي ما ندير وما درتوش، راه كلشي ديال الله. قالت لي انا عندي ليك الحل. انا بقيت غير كنشوف. قلت لها اتينا بها خالتي شنو هو، الله يسمعنا خير.
جاتني هنا نيشان تقول لحت لي قنبله في وجهي. قالت لي الحل هو انك تحملي من لوسك بلا ما يعرف، وراه هضرت معاه وهو قابل. انا هنا تشوكيت، بقيت غير كنشوف العرار متخلطوا عليا، اللون هرب من وجهي. قلت لها كيفاش خالتي؟ واش من نيتك؟ واش كتهضري من نيتك ولا كتفلاي؟ انا خات زرات فيا، قالت لي موالفاني كنتفلا معاك وكنضحك؟ راه كنهضر معاك من نيتي، هذا هو الحل. انا ولدي ما غنسمحش يبقى هكا بلا تريكه، خاصو يكون بوليداتو وتا هو يفرح بيهم ويلقى ليه يهزو نهار يحفاو رجليه وكتافو. اولا راكي عارفه وهي تخنزر فيا. انا عرفت شنو هو مقصودها وليش كتلمح. انا ما نكذبش عليكم، توضرت، تلفت، تخربقت، تربجت. شنو غندير؟ واش نعتق زواجي ونحافظ على داري وراجلي وفي المقابل نعصي الله؟ اولا نشتت شملي ونتفارق مع راجلي باش ما نديرش هاد المعصيه؟ شنو غندير؟ فكرت تعييت، فكرت وتحفيت، وفي الاخير قبلت حيت فكرت في انه الا طلقت راه حاجه اخرى، غتطلقني من ولدها ما فيها الشك. عارفه شنو كيدور في راسها، وغنرجع عاوتاني للعذاب والتماره اللي كنت فيها. عقلي كان صغير ما نكذبش عليكم، وهذا الشيء هو اللي لحد الان كنتعذب عليه وضميري عليه كيأنبني، كنموت شويه بشويه. جا لوزها وشحال من مره راكم عارفين، تقريبا شهرين، واخا هو في الاول ما باغيش، غير قالت لي راه موافق، ولكن لا انا لا هو ما كان بيدنا والو، هي اللي حاكمه. دزت شهرين وحملت، وولد هذيك الساعه راجلي يلا مشى للخدمه، وملي عرف بحاملي كان باغي يطير بالفرحه، فرح بزاف كلهم فرحوا. جاك ثاني وخرجني ما خلى ما جاب ليا، وفرح بزاف، واحد الفرحه راه ما يمكنش. لحد الان كانت فكر الفرحه اللي كانت في عينيه وكيفاش تصدم بالخبر. المهم ولدت الوليد وفرحوا به كاملين وداروا لي اكبر اسبوع وما خلاو ما جابوا ليه. وراجلي بعدها داني للمدينه، سكننا انا وولدي معاه، وبقينا كنجيو العروبيه مره، ولكن ما نكذبش عليكم، كل ما جيت العروبيه وعتبت ديك الدار، غير ندخل الدخله ديال ديك الدوار قلبي كيتقبض ودموعي كيكونوا على شفاري، وكنتخنق كنتقج، روحي كتبغي تخرج، ما كنرتاح ولا كنتنفس ولا كنتنفس السعاده الا ملي نرجعوا. وهذا الشيء لسنين وسنين. دابا والدي كبر وكيقرا في التاسعه، وكل ما مشينا للدوار غير في الاعياد والمناسبات كيفرح به بزاف لوسي، اللي هو للاسف با كيفرح بيه بزاف لواحد الدرجه ما يمكنش، كيكسيه وكيبقى يعنق فيه ويبوس 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 لدرجه انني ما عرفتش كيفاش غنوصف لكم احساسي. المهم ما كنرتاح حتى كنخرجو من تم، حتى كنهرب. والاحساس دابا اللي كنحس به نهار على نهار وشهر على شهر وعام على عام، وولدي كنشوفو قدامي كيفاش كيكبر وكيعيط لباها، هو بالاحرى عمو راجلي با، وتا راجلي كيفاش كيبغيه وحسبو بصح ولدو. راه ما يمكنش ليا نوصفو ليكم، احساس خايب بزاف، خايب، ما عرفت شنو غندير، ما عرفتش. هذه هي اكبر معصيه واكبر خطا ارتكبته في حياتي، وعلى ما يبدو ضميري غيبقى يأنبني عليه طول حياتي حتى لاخر نفس، حيت انك
ترضي العابد وتعصي الله، راه ما يمكنش، راه هكا لا الله غيرضى عليك ولا العبد، راها باينه. ولكن شنو غندير؟ كنبقى نفكر ما كنلقاش حل. شنو غندير؟ واش نبقى حتى لدابا ونفضح كلشي ونشتت شملي؟ شنو غندير؟ اولا نسكت ونبقى نتحرق هكا بوحدي؟ شنو غندير؟ فيدوني في التعاليق، الله يجازيكم بخير. المهم هذه هي قصتي، ونتمنى منكم تدعوا معايا، الله يفرجها عليا ويدير ليا شي تاوي ديال الخير ويسمح ليا. هذا هو الاهم، ان الله يسمح ليا ويغفر لي هاد المعصيه اللي انا الصراحه صعيب نسامح عليها راسي. انا شخصيا صعيب نسامح عليها راسي. وشكرا لكم بزاف على الاستماع. الى اللقاء.